ما الفرق بين الرواية والقصة القصيرة؟ الرواية والقصة القصيرة: الرواية حياة كاملة لشخصية أو واحدة أو عدة حيوات لشخوص متعددين، يمتد بها الزمن، تتعدد الأماكن، تتصف لغة السرد فيها بالإسهاب وقد تمل من هذا الإسهاب. يمكن حذف بعض المشاهد والمقاطع الحوارية دون أن يختل بناء العمل الروائي. القصة القصيرة عمل فني يتميز بإحكام البناء، محدودة الشخصيات، قليلة الأحداث، قصيرة المدى الزمني غالب. التعبير يكون فيها بإيه؟ كل وصف مقصود، كل عبارة لها دلالتها. إدغار ألان بو الأديب الأمريكي يقول: لا يمكن حذف جملة أو عبارة أو كلمة دون أن يتأثر بناء القصة القصيرة.